المرحلة المتقدمة من العمر أن يحكم ضوابط الدين وتعاليمه وآدابه في حل أمثال هذه المعضلة، بدلا من أن يحكم الظروف والمصالح الحزبية التي تدعوه آنا إلى أن يصمت فيصمت، وتدعوه آنا إلى أن يتكلم ويثور فيثور ويثير. لا يا أخي، لا يا أخي، نحن بيننا وبين القبر الذي ينتظرنا شبر أو أشبر، أنا وإياه تقريبا، هو أكبر مني بقليل. طيب يا جماعة، دعنا نبيض وجوهنا في عمل يرضي الله، نحكم ديننا في هذه القضايا، لا نحكم تبعيتنا الحزبية، لا نحكم تبعيتنا الحزبية. وغدا الباري عز وجل يكتب لنا الأجر الوفير، ولسوف يكون ذلك سببا لصلاحنا وإصلاح إخواننا. ما الذي منعه من أن يشد الرحلة إلى دمشق وهو يعلم أن دمشق سترحب به أيما ترحيب على المستوى الشعبي وعلى مستوى المسؤولين؟ لماذا آثر المنبر الأول منبر الغوغاء؟ لماذا آثر الإثارة وهو يعلم أن هذه الإثارة لا تفيد شيئا؟ الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين. الآن تثير مشاعر الطائفيين وتضرب على وتريه، وبالأمس أتيح لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تتخذ لنفسك شهادة أو شاهدا بين يدي الله يوم القيامة. لماذا لم تفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نحن أمام تحول تاريخي يحرم سفك الدم ويحول الأمور إلى مطارح أخرى؟ ماذا عن الملامح الفكرية التي كان الراحل يركز عليها في كتبه، في مؤلفاته، في دروسه؟ أسئلة كثيرة. هل سيكون دم الراحل الشهيد القربان الذي من خلاله ينتقل الإسلام والمسلمين إلى آفاق رحبة أخرى بعيدا عن فتاوى القتل وسفك الدم؟ أسئلة كثيرة وغيرها كثير سنطرحها في هذه الفترة على هواء دمشق من أيقونة الروح والحياة دمشق. نحييكم ورحبوا معي بداية بضيوفي في هذه الأمسية، فضيلة الشيخ الدكتور محمد شريف الصواف، المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد كفتارو. مساء الخير وأهلا ومرحبا بك، وتعزينا الحارة، تعزينا المشتركة بفقيدنا الغالي وبكل شهداء الوطن. نسأل الله أن يجعل الرحمة في قبره وقبر الشهداء الذين قضوا معه، وهذه التعزية للسوريين جميعا بل للعالم كله، لأن هذا الرجل كان رجلا إنسانيا بكل معنى الكلمة. ينضم إلينا من مركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية الدكتور حسام الدين إخلاصي، رئيس مجلس أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية. مساء الخير سيدي وتعزينا الحارة والمشتركة. مساء الخير أستاذ نضال ولضيفك الكريم الدكتور محمد شريف الصواف، وأنقل أيضا تعزيتي الحارة لكل أبناء بلدي ولكل أبناء الشعب العربي والإسلامي بهذا المصاب الجلل بفقداننا للمعلم الدكتور البوطي رحمه الله. أهلا بك دكتور حسام الدين إخلاصي. سينضم إلينا بعد قليل فضيلة الشيخ صلاح الدين أبو عرفة، أحد أئمة المسجد الأقصى، سيكون معنا على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية. نبدأ مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد شريف الصواف. عندما نقول الملامح الفكرية فيما تركه الشيخ العلامة وما سيدعو له، ما ادعى وسيدعو له بقية العلماء والفقهاء وطلاب العلم الديني التنويري الذي يختص به أو تختص به بلاد الشام، تفضل.
بداية أنا كنت أسمع هذه الكلمات الخالدة التي كان يقولها، هذه الكلمات التي نقلتموها، وأنظر أولا إلى هذا الهدوء الفكري في كلام الشيخ، إلى هذا الرقي الأدبي وهو يتكلم، وأقارن هذا الكلام بكلام غيره. هو يتحدث بثقافة النصح، يتحدث بثقافة تقديم رسالة الخير للناس جميعا الذين يخاطبهم، بينما نسمع الآخرين يتكلمون بثقافة عجيبة غريبة لا أدري كيف يقتنعون أنها تقدم شيئا للإنسانية، وهي ثقافة إباحة الدماء. الحالة التي نعيشها اليوم، الحالة التي تؤلمنا اليوم، هو أن حديث الساعة بين الدقيقة والأخرى هو حديث الدماء. حرمة الدماء التي تسير وتجري في بلادنا، في كل مكان من بلادنا، وسبب هذا هو هذا التحريض الذي تشنه وسائل الإعلام من أجل أن يقتتل السوري مع أخيه السوري، المواطن مع أخيه المواطن. والعجيب الغريب أن بعض رجال الدين، بعض علماء الدين، بعض من يتسمون بهذا الاسم العظيم جدا، اسم وراثة منهج النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يشجعون السوريين على أن يقتتلوا، بل يحرضون السوريين على دماء علمائهم، يحرضون أبناء هذا الوطن على هذه القامات الفكرية الكبيرة. أنا أخاطب السوريين الآن أقول لهم: هذه الفجيعة الكبرى التي أصبتم بها لا تحسبوا أنها فجيعتكم، لا تحسبوا أن هذا المصاب هو مصابكم. أنا لا أظن أن هناك طالب علم في مشارق الأرض ومغاربها ممن يقصدون مناهل ويقصدون موارد العلم الشرعي والفكر الديني لم يتتلمذ للدكتور البوطي ولم يفجع اليوم بالدكتور البوطي، لأن الدكتور البوطي هو رمز من رموز هذه الوسطية الفكرية الحضارية. وهنا أضع خطوط تحت كلمة الحضارية. هناك من يريد أن يقنعنا بأن الإسلام قتل وقتال، أن الإسلام دم وسيف، وحالي من حالات إرهاب الفكر، وحالي من حالات أن تقول للآخر أسكت، أن تقول للآخر لا تتكلم، أن تقول للآخر أنت كافر، أنت منبوذ، أنت مرفوض. حالي من حالة أحادية الفكر وإجبار الآخر على ما أريد وأقتنع. وهناك من يتكلم عن الإسلام على أنه روح، وعلى أنه عقل، وعلى أنه أدب، وعلى أنه مشروع حضاري كبير جاء لينقذ الإنسانية. هناك فرق بين من يترجم قول الله سبحانه وتعالى حين يخاطب المسلمين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، من يترجم كيف أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحد الجزيرة العربية علما وحضارة وثقافة، وكان عدد القتلى الذين ماتوا بين شهداء المسلمين وبين المشركين أقل من 500 إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بثقافة القتل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل دفاعا. وهذا الكلام الذي كتبه الدكتور سعيد رمضان البوطي في كتابه الجهاد، وثارت بعد ذلك ثائرة من لا يريد هذه الفكرة، من يريد أن يظهر للناس أن هذا الجهاد وحالي من حالات اعتداء المسلمين على غيرهم، حالي من حالات فرض هذا الدين بالقوة وبالسيف وبما نملك من أدوات القوة. الدكتور سعيد رمضان البوطي كان يتحدث عن حضارة وعن فكر يناقش فيها مشكلاتنا ومشكلات الآخرين، ولذلك كتب كتابا عنوان هذا الكتاب هذه مشكلاتهم، يناقش فيها كل شبهة جاء بها الآخرون حول مشروع الإسلام. هذا ما تقولون وهذا ما لدينا. ثم كتب كتاب آخر قال هذه مشكلاتنا، يتحدث عن نقد الذات، يتحدث عما نعيشه نحن نعيش مشكلات. ما قال أننا في عافية، ما قال أننا لا نملك المشكلات الكثيرة التي تحتاج إلى إصلاح، ولكن ما هو سبيل الإصلاح؟ كيف نسير إلى هذا الإصلاح؟ هناك أيها الإخوة الكرام الآن من يريد أن ينقلب على الإسلام الذي بنى الحضارة خلال 1400 عام، ينقلب على هذا الإسلام الذي احتوى الآخر، والذي رعى الآخر، والذي عاش مع الآخر، والذي كان شريكا للآخر في صناعة الحضارة الإسلامية الإنسانية العالمية، ليقول لهؤلاء جميعا نحن نملك عنوان واحد لهذا الإسلام اسمه: إذا لم تكن معنا، إذا لم تكن من حزبنا، إذا لم تكن من قومنا فأنت كافر وأنت مرفوض. ولذلك كان من عناوين التي كان يكرر الدكتور رحمه الله طرحها على المنبر ويكرر طرحها في دروسه العامة أنه
يفرق بين السياسي في الإسلام وبين الإسلام السياسي؟ دكتور محمد شريف صواف، سنعود إلى هذه الجزئية وعناوين أخرى، ولكن لنتحول إلى اللاذقية والدكتور حسام الدين إخلاصي رئيس مجلس أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية. السؤال المفصلي الذي انطلقنا من خلاله: أن نحن أمام تحول تاريخي يحرم سفك الدم أم يحلل كما يدعي البعض عبر فتاوى مختلفة هنا وهناك؟ نحن أمام صاحب مشروع إسلامي عقيدي وسطي، أمام صاحب رسالة ركزت على الأخلاق، وهنا يقتدي بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. أين هي الأخلاق، وهل التحول التاريخي إلى أين؟ تفضل دكتور حسام. أنا أضع ما حدث في اغتيال العلامة البوطي وبقية شهداء سوريا الأبرار ضمن سياق مخطط يخدم الفكر الصهيوني الوهابي. الحقيقة المستهدف الأول والأخير، ولطالما قلنا ذلك، هو الإسلام. هناك صورة مقاومة بدأت تظهر في أواخر القرن الماضي وبداية هذا القرن للإسلام المقاوم الذي يعرف وجهته ويعرف أن بيت المقدس هي نقطة النهاية بالنسبة لدولة صهيون التي بدأت تتعالى وبدأت تقسم وبدأت تتغلغل في أرجاء الوطن العربي والإسلامي بشكل أو بصورة ما. لذلك كان من الضروري أن تجد الصهيونية لها أدوات تستطيع أن تركب عليها مخططها التقسيمي، فلم تجد إلا الإسلام بشكله الجديد الذي وفد إلى المنطقة عبر فكر الوهابي أو الفكر التكفيري، وركبت عليه مخطط التقسيم. نحن نتذكر أن بوش هو صاحب نظرية من ليس معي فهو ضدي. فلنعيد الأمور إلى نصابها. هذا الصهيوني بوش حقيقة هو صاحب الإطار النظري لما يجري الآن على الأرض، عندما يقول من يحمل السلاح في سوريا الآن بأنك إذا لم تكن معي فأنت ضدي. أنا أحيله لمنطق بسيط، أن العلامة البوطي لم يملك سلاحا ولم يكن من دعاة السلاح، كان فقط يتحدث بالكلمة، وله تاريخ طويل في الفكر والمعرفة. هو ممتد بفكره في كافة أرجاء الوطن العربي والإسلامي، معلم ممتاز شهد له القاصي والداني بذلك. لم يدعو مرة واحدة إلى العنف، ولم يطلق رصاصة واحدة في حياته، بل كان بشيبته ووقاره يعتلي المنبر ويقدم النصح ويقدم الدليل على أن الإسلام يطعن الآن من الظهر، وأنه علينا أن ننتبه وتتشكل لدينا صحوة إسلامية لندافع عن ديننا الحنيف بصورته الصحيحة. لذلك هم تقدموا بأدوات عنفية، أدوات تمثلت بتفجير هذا الشيخ الوقور. وقارن أستاذ نضال وضيفك الكريم الدكتور الصواف، قارنوا بين الشيخ أحمد ياسين وبين الشيخ البوطي. إن الكهولة المتمثلة والعلم والمعرفة المتمثلة في شخصيهما الفاعل واحد. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله كان من مقعده وهو العاجز الذي قضى سنين من عمره محركا لأكبر وأجمل انتفاضة فلسطينية، لذلك قاموا باغتياله بصاروخ. وشيخنا الوقور الشهيد رحمه الله العلامة البوطي أيضا بكلامه وبطلته السمحاء وبإقناعه وبدليله العلمي وبتفسيره لما ورد في كتاب الله الذي نؤمن به أصابهم في مقتل، لذلك وجهوا له يد الغدر والخيانة. نحن أمام منعطف يتوجب فيه على كل مسلم وكل مسيحي في سوريا وعلى كل مسلم في البلدان المسلمة أن يقف قليلا مع الذات ويقول: هل هذا هو الإسلام الذي نسعى إليه لنقول بأن الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه هل طلب مننا أن نكون دعاة قتل وتدمير، أم أنه طلب مننا أن ننشر ديننا بالمحبة والدعوة السمحاء؟ ليقف المؤمن مع نفسه هذه الوقفة. فإن كان هو من الميل الآخر، من دعاة المحبة والسلام، من دعاة تقديم الكلمة الطيبة، آن الأوان ليدافع عن دينه وينصر دينه بالكلمة وبالفعل وبكل أساليب العطاء. هذا هو الموعد الحقيقي للوقوف أمام الصهيونية التي تلوث ديننا. دكتور حسام، أنت أعدتنا إلى
المربع الأول الذي انطلقنا منه وهو مسألة أي إسلام هو الذي يحلل ويقتل العلامة البوطي، مسألة حرمة الدم أم عدم تحليل، يقودنا إلى الترحيب بضيفنا الكبير فضيلة الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم أحد أئمة المسجد الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله يا سيدي، وتعازينا الحارة كأسرة عربية وإسلامية في الراحل الكبير العالم العلامة الشيخ البوطي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم وبارك في الشام وبارك على الشام وكفى أهل الشام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى بن مريم وعلى الخاتم محمد عليهم الصلاة والسلام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، فقال صاحب النبي: من يا نبي الله أولاهما بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل الرامي. فالله أسأل أن يرحم شهداء الشام وقتلاها، وأن يجعل الكوكبة الأخيرة رهط القارعة الكريهة في المسجد، مسجد الإيمان، أن يجعلهم محقن دم ومحبس فتنة، وأن يرحم الشيخ الكبير محمد بن سعيد البوطي، وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يرفع درجاته. والحق أقول أنني لا أحسن طويل الرثاء ولا النحيب، ولا أرى الساعة ولا اليوم يوم نحيب ولا رثاء ولا عويل، بل اليوم والساعة يوم خلاص ويوم فصل وكشف ومناصحة. نريد ممن تولى أمن البلد أن يأخذ بالقصاص وأن يكشف لنا من ذا الذي جلب علينا هذا، ومن الذي اقترف هذا في بلدنا في الشام وما كان فيها. نريد أن يكون يوم فصل. تالله ما قعدت هذا المقعد إلا دفع كيد عن الشام. أنا من الشام، فلسطين من الشام، إنما بيت المقدس الشام، والشام بيت المقدس، ودمشق والقدس صنوان أخوات. فما أقعدنا هذا المقعد إلا لنرد كيد كائد، والكائد كائدان: كائد كاد للشام بحديد ونار لست له، له جيش الشام وجند الشام ومن كان أهلا لحملها وأوارها، وكائد كاد بالكذب والخيانة والغش الذي صدر لنا به السائل هذا فصار علينا. من ذا الذي جلب علينا هذا وجعل الحرام حلالا؟ وقد ملأ الله القرآن والنبوات بحرام الدم وعصمة الدم، حتى كانت آخر خطب محمد عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إنما الكافر من قاتل أخاه، إنما الكافر من قتل أخاه، كما قال عليه الصلاة والسلام جليا مبينا. أريد أن نقعد في المقعد هذا. تالله أردت مرات كثيرة أن أؤخر لقائي وخطابي مع إخوتي وأهلي في الشام ليوم وساعة،
يكون اللقاء فيه تبريكا وتهنيئا أن كف الله عنهم ما كان فيهم من البلاء والضراء والبأساء. أردت أن أجلس مجلسا أهنئهم فيه أن رفع الله عنهم هذا ورد إليهم ألفتهم وجماعتهم، ورجع الأخ أخا لأخيه والجار لجاره. إنما كتب الله وكان أمره قدرا مقدورا. أريد بصوت عال مسموع على هذا الفضاء الفسيح العريض أن أسأل كل علماء المسلمين: من أذن لكم بهذا حتى جعلتم الحرام حلالا؟ القرآن الذي تتلونه بين أيدينا، ذلكم الذي اكتتب بين يدي نبي الله، ذلكم الذي تلاه الأنبياء. كيف تغير؟ بما تغير؟ ماذا قرأتم؟ كان البيت الحرام الذي جمع الله لنبي الله المسلمين حتى قال لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا. أريد أن أقول بالصوت الصحيح الصريح المسموع، أريد أن أقول: تالله ما جرأ العامة على الناس إلا علماؤها. الدكتور يوسف واتحاد العلماء رأيته وسمعته على العامين، تالله إنني أكذب منه إن لم أقل إنه كذاب. خان الأنبياء، خان المرسلين، خان هذا الكتاب، جعل الحرام حلالا. أنا رأيته سمعته بعدما قتل البوطي رحمه الله، قال: كان أخي للأسف، كان صاحبي للأسف هو يعتب أن قتل في المسجد. أين تريد أن يقتلوه؟ أين أردت أن يقتلوه بعدما أحاط الأمير لك القصر بالمسالح والحرس؟ أين أردت أن يقتلوه؟ أفتيت الناس بالدم، أفتيت الناس بما كان حراما صار حلالا. اتق الله. سمعت محمد بن سعيد البوطي رحمه الله يقول له: شبت وشبت، لم يبق بيني وبينك وبين قبرينا إلا أشبر قليلا. أقول له: صدق الرجل، صدق الرجل، اتق الله. إنما القرآن القرآن والنبي النبي. كيف صار الحرام حلالا؟ سمعت أحدهم من الجبهات التي افتتحت علينا في الشام: أنا لست فلسطينيا ولست قدسيا، أنا شامي. كانت فلسطين وكان القدس الشام، وفي النبوات فلسطين الشام والقدس الشام. من ذا الذي جرأكم وافتتح علينا هذه الجبهات؟ قال أمير الجبهة، قال: كنا نتمنى أن نقتله ولكن ليس في المسجد. بيننا وبينكم هذا الكتاب الذي زعمتم حمله وكذبكم نبي الله من قبل. قال: قوم يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. قالوا: كنا نتمنى أن نقتله. عجيب هذا، نتمنى أن نقتله ولكن ليس في المسجد. قولوا لي، هذه ليس أخلاق أم دين؟ إن كانت أخلاقا منعتكم ولم يمنعكم الدين، فأي دين لا يمنعكم وتمنعكم الأخلاق؟ وإن كان دينا فارفعوا لنا هذا الدين الذي شبنا ولما نسمعه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فيكم قال حدثاء الأسنان يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. هذا الكتاب إنما الكافر من قتل أخاه، إنما الكافر من قتل مؤمنا وكفر مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال للحبيب الحب لأسامة بن زيد، قال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا هو الكتاب. كان القرضاوي يتلو تالله وأنا أسمعه كان يقول: قولوا لأمرائكم، قولوا لبعضكم قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما صار الأمير شيطانا؟ ولما صار الأمير عدوا وصار العدو أخا؟ لما جلبت علينا الحديد والدم والنار؟ تالله ما صدقت قومك ولا تلوت الكتاب ولا تلوت نبوة بيننا وبينك في الدنيا قبل الآخرة. هذا الكتاب وهذا النبي دعوناك أكثر من مرة، 1000 مرة. لو كنت وارث نبي قم كما قام الأنبياء، واجه. قتلت أخاك، هذا رجل صنوك درس معك ونشأ معك وولد معك، كيف قتلته؟ أنت الذي قلت للناس:
قاتلوا العالم والجاهل والمدني والعسكري. لم أرك تقول هذا لروما وأنت تعلم أنه أخوك. لما فعلت هذا؟ بما ستلقى الله؟ شبت يا رجل. هو يقول قوموا عليهم، اخلعوا أمراءكم، أمضوا في الملك ما أمضوا، ورثوها عن آبائهم. حيث أنت بما أين تسكن؟ الأمير الذي تسكن عنده كيف صار أميرا؟ تالله لا أحل لأهل بلد أن يخلعوا أميرهم، تالله لا أحل لأهل بلد أن يحملوا سلاحا على أميرهم أبدا. أقول لمشرقها ومغربها، لشامها وحجازها، أقول لمشرقها ومغربها، لأي أمير كان من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن حمل على أميرنا السلاح فليس منا، ولا يكون السلاح إلا مع أمير. غدا سيكون أولئك الذين خرجوا علينا أمراء، أسيضعون السلاح؟ أسيلقون السلاح؟ أيقبلون لنا أن نخرج عليهم بالسلاح؟ فلما يكون الحرام حراما اليوم يكون الحلال حراما اليوم ثم ينقلب علينا غد؟ سمعنا حتى طار عقل الحليم. سيدي الفاضل، هل تسمح لي بسؤال؟ سيدي الفاضل الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم وللشاميين جميعا. أهلا بك يا سيدي. نسعد أمام تدفقك القيمي والأخلاقي والإنساني والديني والروحي، ونجلس مستمعين مصغين لحضرتك. ما تفضلت به يفتح الأسئلة على مساربها المختلفة. أي إسلام يقتل العلامة البوطي؟ هل نحن أمام علامة عطاف تاريخية، نهاية أزمة، فصل بين السوري واللا سوري؟ هل هنا نحن في نزاع أخلاقي بعضه سياسي أم ماذا؟ الحق أخي، أنا كما قلت أمثالنا وأمثال محمد بن سعيد، وكان يفترض بالقرضاوي كذلك أن لا ينافس أميرا على تراب ولا على ذهب ولا على كرسي. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. سألت أي إسلام يقتل العلامة؟ بل السؤال أي إسلام يقتل رجلا أسلم الساعة؟ أنت تتحدث عن رجل شاب في العلم، شاب في الإيمان، شاب في الدين، من يعلم له جريرة غير التي يعلمها الله. فليقم لنا من ذا الذي خلا من الكلام حتى يقتل رجلا كهذا؟ علمنا عن نبي الله أن رجلا أسلم الساعة لم يقم صلاة ولا صياما، من قتله صار محله قبل أن يقتله، أي صار في النار. سألتني أي إسلام يحل قتل هذا العالم؟ بل أي إسلام كما قال عليه الصلاة والسلام يحل قتل من لا يحل دمه، حتى الزانية ما لم تحصن، حتى السارق، حتى الفاجر. من ذا الذي أحل الحرام؟ حين سألت هذا تالله ما بدلوا دينهم إلا بالشهوات، وما قرأوا من المتشابه، كانوا يقرؤون قيل فلان وقيل فلان. هذا الذي أبيناه عليهم قبل أن يفوت الوقت والمقام. أرى أن أمراء المسلمين اليوم سيكونون يوم الدين أبعاضهم حججا على كثير من العلماء. أقول نصيحة، سمعت الرئيس السوري، سمعت الرئيس الأسد يقول لشعبه وقومه، يدعوهم دعوة مباركة لو أخذوا بها لما قتل هذا الرجل ولا سمع لذلك الرجل. قال لهم حتى لا يكونوا طوائف ولا أحزاب مذهبيين، قال لهم لما لا نكون جميعا محمديين؟ أقول له حقا قلت وخيرا فعلت، فاستمسك بها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. تالله لو كان القرضاوي على هذه لما قتل أخاه ولا أوى حيث هو، فجعل الحديد وراء ظهره، الحديد الأمريكي، يحرق به إخوانهم ويجلب عليهم ما لم تستطعه الولايات ولا هذه الدولة الغاصبة التي أنا فيها. كيف جرأهم علينا؟ قلت أخي
أي إسلام هذا؟ أقول تالله لو بعث الساعة رحمه الله من قبره محمد بن سعيد البوطي لقال لكم قبل أن تسألوا عن دمي سلوهم كيف اشترأوا على البيت، ورب البيت الذي قتلت فيه الزمرة، ورب البيت الذي قتل فيه الرهط، بيت المسجد مسجد الإيمان، ورب البيت إنما الإيمان عصمة لصاحبه. سلوهم والله لو قام الرجل من قبره لقال لكم قبل دمي سلوهم بما أحلوا حرمة الله. من ذا الذي يقتحم بيت الله؟ لا يستطيع أحد أن يدخل دار أحد إلا بعد حرمته. كيف يقتلون في بيت الله؟ ماذا سيجلبون علينا بعدها؟ أقول لكل سامع من قرأ عليكم غير القرآن أي عالم كان، من لم يقرأ هذا الكتاب ويقل قال محمد عليه الصلاة والسلام فلا تسمع له. قرأنا فوجدنا نوحا يصبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال لهم القرضاوي كم ستصبرون؟ أقول له 1000 سنة إلا 50 عاما. ختم الله يونس أمرا لمحمد قال اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قاتل إبراهيم لم نرى إبراهيم يقاتل الملك، ألقاه قومه في النار فلم يفعل ما فعل هؤلاء. رأينا يوسف في الجب ثم في السجن ثم يمكنه ربه إذا شاء أن يمكنه. هذه الأحزاب هذه الفرق التي قرأت ما لم نقرأ وحدثت بما لم نسمع عن الأنبياء حتى قتل الأخ أخاه. أقول ورب العالمين اقرأوا الأنبياء ليس فيهم زعيم حزب. رأينا ابن مريم في أرض الرومان لا يفعل ما يفعل هؤلاء. رأينا موسى بن عمران نشأ عند فرعون ولم يرفع على فرعون سيفا أمره الله قولا له قولا لينا، فلما أراد الله أن يقضي أمرا قضاه ونجى بني إسرائيل. أقول لكم اصبروا تالله شبت شيبة وشيبني أولئك شيبات. سمعت القرضاوي يقول يسأله سائله غلامه. أقول يا أخواننا من الآن أنا أتمنى أن يأخذ المسلمون على لسان هذا الرجل وأن يحجروا عليه وأن يعزلوه قبل أن تكون فتنة لا يطيقوها. سمعته يقول لغلامه قال له الغلام إن ناسا يدعون المسلمين إلى الصبر فأبى عليه وأنكر عليه. قال لا وضرأه بيده هكذا كالذي يصرف الذباب. قال لا هذا قول مردود، هذا قول كان انتهى. هكذا قال. أقول له ولمن معه ولمن قبله قال أحدهم هذا فقه النعاج ورب العالمين، هذا فقه سيدك محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي أمرنا بالصبر كما صبر نوح وكما صبر إبراهيم وكما صبر موسى ويوسف وعيسى. من حدثنا بغير هذا فليس منا. أقول قتل هذا الرجل في بيت ربه تالله لو كان سارقا لصا أوى إلى البيت لما حل قتله. بما قتلتموه؟ قالوا نتمنى أن نقتله ولكن ليس في البيت. بيننا وبينكم اتحاد العلماء الدكتور يوسف أنا على فضاء الشام أقول هذا أنا حجيج إخوتي من المسلمين دون هؤلاء أن القول ما قال الله وما قال رسوله، ومن زاد فليس من المسلمين في شيء، ومن أحل حرام محمد فليس من المسلمين، ومن هتك أعراضهم فليس من المسلمين، ومن حمل عليهم سلاحا فليس منهم، ولا يحل سلاح في سلطان المسلمين إلا لسلطان المسلمين. قتلوه إذ أفتى بالنفير. أنا أعلم هذا. سلوا مفتي الحجاز، سلوا مفتي الحجاز ما تقول إذا خرج الناس على الأمير بالسلاح. أفتهم يا أمير الحجاز، أفتوهم بالمذاهب كلها ولا تدينوا إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. سلوهم إذا خرج الناس على أمير الحجاز. ما لأمير الحجاز إذا خرجوا على مصر اليوم؟ قال لهم القرضاوي الساعة كان يتكلم على الحريات.
على جواز أن يقوم الناس فيقتلوا أميرهم. أما في مصر فمن خرج في الشارع فبلطجي. أنا لا أعلم، أنا لا أقدر أن أسكت على هذا، ووراءنا قوم ووراءنا رب يسمع هذا ويسألنا عن هذا، لم لم تقولوا وقد سمعتم الكذب في آذانكم. هو نزاع أخلاقي عن هذا الدين. رأينا نبيا يتحرج أن يقتل. تفضل يا سيدي تفضل. كنت أتحدث عن الجزئية لها علاقة، وسنعود إليك سيدي الفاضل. لدي ضيوف في الاستوديو الدكتور الشيخ محمد شريف الصواف المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد كفتارو. كنا نتحدث عن الجزئية التي وصل إليها فضيلة الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم، هي المسألة سقوط الحالة الأخلاقية وظهور القليل من السياسة منذ لحظة اغتيال الشيخ الفاضل العلامة البوطي. سقط القناع عن هو من يدعون أنهم بداية أخلاقيون. أنا أوجه كلمتي إلى الشيخ الفاضل الشيخ صلاح الدين ابن إبراهيم عرفة. أقول له أولا جزاك الله تعالى أيها الشامي، جزاك الله تعالى أيها المسلم أيها الصادق، جزاك الله تعالى ومقامك في بيت الله تعالى في ثاني الحرمين، في أول الحرمين الشريفين، ثاني الحرمين وأول القبلتين. مقامك في هذا المكان وكلمتك من هذا المكان كأنها تجعل كل كلمة من كلماتك وكل قول من أقوالك بأجر الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بأجر مضاعف. أنت في مقامك هذا تنصر الحق، جزاك الله تعالى خيرا. ولو سمعك شيخنا الدكتور محمد سعيد، واسمه مركب، اسمح لي أن أقول لك اسمه مركب، هو محمد سعيد ابن الملا رمضان البوطي، لو سمعك في مقامك هذا لسره ما تقول، وأنا أوافق على كل ما تقول، وأنادي كما تنادي كل علماء المسلمين أن يعودوا وأن يلتزموا بنهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن لا يخرجوا على هذه الثوابت. نعم يا أخي، نعم، وأنا أخاطب المسلمين كما خاطبتهم. ديننا يأمرنا بالصبر، ديننا يأمرنا بالرفق، ديننا يأمرنا بأن نعود وأن نحدد من هو العدو الحقيقي لنا. الآن نحن تركنا إسرائيل، تركنا اليهود، تركنا أعداء الله، وخاطبنا الأمة لنجيش هذه الأمة على بعضها، لنثير الرعنات الفتن بين هذه الأمة. لماذا الآن نتحدث وتشتغل الدنيا كل الدنيا وتتحدث كل القنوات الفضائية التي لا نعرف من أين خلقت ومن أين وجدت في هذه الساعة بالذات لتحدثنا عن القصص والأخبار الطائفية؟ صراع الإسلامي والإسلامي اليوم أنا أتعجب اليوم، هل اليوم الإسلام والمسلمين، هل هذه الطوائف، هل هذه الفرق الإسلامية الموجودة الآن، هل ولدت اليوم لنتحدث عنها اليوم؟ هل كل هذا الحديث هذا نعرفه اليوم، أم أننا نعرفه وآباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا ونعرفه من مئات السنين، ولكننا اخترنا خيار وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي تجب له ذمتنا. هذا هو الإسلام. الإسلام هو الذي يبحث عن كل قاسم مشترك فيجمع بين أبناء الأمة. إذا كان نحن المسلمين الآن في الطوائف المختلفة لا نعرف كيف نجتمع، كيف تجتمع الأمة؟ كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فأسس لوحدة الأمة عندما جعل ميثاق المدينة المنورة يجمع بين المسلم والمسيحي واليهودي والعربي المشرك على شيء واحد، وهو إرادة الخير للإنسانية والإيمان بأننا جئنا برسالة إنسانية نريد أن نخرج الناس من خلالها من الظلمات إلى النور. دكتور حسام الدين خلاصي، رئيس أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية، كنا نتحدث عن جزئية لها علاقة بفكر الراحل الكبير ولها علاقة بالحاجز الأخلاقي القيمي الروحي الديني. سقط القناع الأخلاقي الذي يحتمي به بعض المعارضة ويحاولون أن يصوروا أن الصراع هو سياسي أو مذهبي أو طائفي، ليتحول الموضوع إلى صراع بين وطني ولا وطني، وطنيين وغير وطنيين. تفضل. في البداية دعني أستاذ نضال أن أرحب بالشيخ صلاح الذي له مكانة كبيرة في قلوب كل السوريين وقلوب الأحرار في الوطن العربي والإسلامي، ونشكره دائما على قول الحق. فتحية كبيرة لهذا العالم
الذي هو أخونا في كل شيء. أنا أريد أن أنقل من خلاله تحية إلى قدس الشام، تلك القدس التي هي مربط الفرس في نزاعنا اليوم. إن من يحيط بالقدس ويحتل القدس هو من يخطط الآن لجعلنا نتحدث بمنطق أن هناك صراع إسلامي أو أن هناك اقتتال إسلامي. الحقيقة أن القتال الآن هو بين من يحملون فكر الإسلام الصحيح وبين فكر صهيوني متطرف دخل إلينا عبر أحزاب وعبر مذاهب نقلت إلى بلاد الشام ونقلت إلى باقي أقطار الوطن العربي لتفككه وتقسمه. نحن الآن أمام مشكلة حقيقية تستوجب مني أن أقول التالي: لو كان الراحل العلامة البوطي حيا بيننا وهو الآن مع أحياء الشهداء في السماء العليا، أنا أتوقع أنه كان سيدعو إلى مؤتمر هنا يعقد في بلاد الشام، يعقد في دمشق، يدعى إليه كل علماء المسلمين، وهذا اقتراحي على الهواء لكل من يسمعني الآن، ليأتي كل عالم مسلم على نهج الدكتور البوطي إلى دمشق، ولنعقد هنا مؤتمرا نوضح فيه حقيقة موقفنا، وأن ديننا الإسلامي هو دين الحق، وأنه دين الرحمة، وأننا بعيدون كل البعد وبصرخة واحدة عبر علماء المسلمين. أنا أشعر أن سوريا الآن وكل أقطار الوطن العربي بحاجة إلى الإصلاح الديني قبل السياسي. هذا الفكر المتنور الذي يتحدث به ضيفك الكريم في الاستوديو والشيخ صلاح الذي بتنا نعرفه جيدا، هذا هو الإسلام الصحيح، هذا هو الإسلام الذي غيب طويلا عبر وسائل الإعلام قبل الدخول في هذا المخطط الشيطاني الذي أعد للمنطقة. الآن بدأت هذه الأصوات تتعالى، وإنه فأل خير عندما يرتفع الصوت من القدس، من هناك حيث قتلوا أشراف الفلسطينيين وعقلاء الفلسطينيين وحاولوا إخماد الثورة الفلسطينية وكل مفكري الثورة، وهنا انتقلوا إلى دمشق لأنهم يعرفون أن في الشام استكمال لقدس الشام. لذلك هذا المخطط ليس هو بين طائفتين من المسلمين على الإطلاق، إنما هو بين فكر صهيوني برزت أنيابه عبر شكل أو صورة إسلامية، وأعطاهم الحجة الشيخ صلاح، قال لهم: بيني وبينكم كتاب الله وسنة رسوله. أنا سمعت كل هؤلاء الذين يتحدثون ولن أذكر أسماءهم لأنهم لا يمتون إلى الإسلام بصلة. تمنيت لو أنهم أعطوا حديثا أو أنهم أعطوا آية من القرآن، هم فقط ينطقون بهواهم وبالتالي يتبعهم أهل الهوى. أما الحجة والمنطق فيأتي بها علماء أجلاء على مؤتمر واحد يجتمع فيه المسلمون في بلاد الشام في دمشق، ليأتي كل مسلم إلى دمشق، وليأتي كل عالم جليل وكل تلميذ إلى الشيء درس على يد الشهيد البوطي إلى دمشق، وليعقد هذا المؤتمر بأسرع وقت هنا، نجدة للإسلام ونصرة للإسلام، ليعرف العالم جميعا أن الشام طوال الوقت ما غدرت بالإسلام، وإنما كان يأتيها الغدر، وغدر الإسلام يأتي من هناك لمن يدعون أنهم يخدمون الحرمين الشريفين. شكرا دكتور حسام. بالتأكيد هذه أسئلة ومطالب محال، لابد لنا أن نستغل وجود فضيلة الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم معنا عبر الأقمار الصناعية من الأراضي الفلسطينية المحتلة لنتحدث عن صورة الإسلام على المستويين العالمي والرسمي والشعبي، وخاصة هناك أجيال لم تولد بعد، لم تتشكل أخلاقيا دينيا روحيا، ستسأل: هل هذا هو الإسلام الذي سننتمي إليه، الذي كنتم تحدثون عنه؟ هل هو الإسلام الموجود في القرآن الكريم أم ماذا؟ حقيقة نحن أمام منعطف تاريخي أم منزلق أخلاقي؟ تفضل سيدي. كما قلنا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ثم قال الله: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قلنا: وهذا عجب، وهذا من صريح الحق والبيان. لما جبن عنها أولئك؟ لما فر عنها أولئك؟ الأصل لو كان ناصحا وارث نبي أن يقوم لها حتى يسمع الناس من جاء بالحق
ومن هو في ضلال مبين. صوتنا كان مسموعا صارخا من عهد ليس بقريب، لما لم يقوموا لها؟ هذا الكتاب بما فيه من البيان وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن ينتصب بعد نبي الله فيقول أنا إمام هذا الدين، وأنا إمام المذهب، وأنا إمام المدرسة، وأنا إمام الطائفة، وأنا إمام الحزب والفرقة. تالله ما قتل الشيخ الكبير في مسجده إلا بهذا بعد هذا من هذا. ولو أن الأمة كانت على هذا النبي وعلى هذا الرب وعلى هذا الكتاب لما كان. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. هذا كتاب جلي، من أباه كما قال الله من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وصارت في الدنيا قبل الآخرة. اليوم أنا حتى أخرج من هذه أقول جليا صريحا حتى تتم شهادتي بين يدي الله. تالله لو لم يفتي أولئك العلماء بما أفتوا لرجعت العامة ولتريثت العامة. اليوم يقولون على الشيخ الذي قتلوه بهذه الجراءة في هذا البيت، قالوا عالم سلطان، شيخ سلطان. مفتي ليبيا اليوم كان يومها في الثوار، اليوم صار مفتي البلد، بالتالي صار مفتي السلطان. فكيف يفصلون بين مفتي السلطان وبين مفتي الثوار؟ وكان من أمس هو مفتي الثوار. فما لم يكن ميزان المسلمين هذا الكتاب وهذا النبي فلا هدى لهم ولا بصيرة لهم. العجب ووجب على كل الشام أن يسمعوا والشبكات بين أيديهم. الدكتور المذكور يوسف القرضاوي كتب قبل 5 أعوام على صفحته: تالله ما أقول الساعة بحرمة الدم وحرمة الخروج على الأمير والسلطان وحرمة السيف في البلد الواحد تماما عين ما أقول. وكانت هذه فتاواه إلى أعوام قليلة قريبة موجودة على الشبكة لم يمحها، ولكنه بدل دينه بعدما سمع الثوابت والنبوات. الفتنة أن العامة كلهم سيسألونهم يوم الدين: بما فعلتم هذا؟ بما أضللتمونا؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ فليقم كل عامة المسلمين يقول لله يوم القيامة: أضلنا هؤلاء، أضلنا المجرمون بما تلوا من غير النبوات وغير الكتاب. تفضل أخي. سيدي الفاضل، أنا سألت سؤال له علاقة بصورة الإسلام والمسلمين في العالم العربي والدولي بعد اغتيال فضيلة العالم العلامة، ولكن هل هناك ضرر؟ وبالتأكيد سيكون هناك ضرر سيلحقه هذا الذي حصل، الخطب الجلل بالحركات والشخصيات الإسلامية الفكرية والوسطية، بأن هناك من يقدم نفسه بأنه معتدل، أن أمام هذا الإسلام الذي يتحدثون عنه يمارس القتل والفتك والتخريب إلى ما هنالك. وما هي الرسالة التي يمكن من خلال الإعلام الوطني السوري أن تقدمها لمن يشاهدنا الآن من العائلة السورية الواحدة؟ تفضل. نعم. بورك فيك، بورك فيك، بورك فيك. لا شك أن هذا يسود الوجه. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسودوا وجهي. إذا سألت كيف ستكون الصورة، اسمع كلمات نبي قالها قبل 1400 سنة. تالله إن الدكتور يوسف يحفظها ويعلمها قبل أن أولد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسودوا وجهي، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في ذات الحديث قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، وإن وراء هذه الفتن مسيحين: مسيحا أعور يعلمه كل الناس حدث به كل الأنبياء، ومسيحا طاهرا صالحا ابن مريم. هذا لا يكون الأعور إلا على نهر دم، جاءنا بالكذب من قبل ويأتي الناس بهذا الدم.
كما قال عليه الصلاة والسلام. نقول وراءه، نكرر وراء نبينا: لا تسودوا وجه الإسلام، لا تسودوا وجه نبينا، لا تسودوا وجه الإيمان الذي قتل في مسجده ذلك الشيخ ذو الشيبة. عجيب كيف يقتل الناس بعضهم بعضا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أنا أقول: اسمعوا يا أهل الشام، أين القرآن؟ من قام منهم يتلو عليكم القرآن؟ العرعور، الفضائيات الأخرى، من رأيتموه قام يمسك القرآن؟ من رأيتموه قام؟ تالله إنني رأيت الدكتور يوسف يقول للناس: شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وهذا حديث. ثم أمسك وكتم، وتتمة الحديث: قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. لما كتم؟ لما لا يحدثونكم بالنبوات؟ من رأيتموه منهم يقوم بالقرآن؟ ولو قام لكم هذا القائم أنا حجيجه دونكم. لما أشرنا عليهم؟ قوموا. قام الأنبياء بالحجج، تعالوا. لما لا تقوموا هذا الفضاء؟ أنا أعلم سيفتح فضاء الشام. قوموا. هذه الجزيرة الحكر، هذه الجزيرة الحرام، إباحة الدم، هذه لن تبيح إلا لهذا الشيطان الذي أباح الدم بعد نبي الله. أقول لكم: افتحوا فضاء المشرق والمغرب، فليطل علينا زعيمهم بقرنه ودجالهم بقرنه. بيننا وبينهم لسان عربي مبين أنزله الرب من فوق 7 سماوات، لا يجهله إلا جاهل ولا يعلمه إلا ذو بصيرة. تالله إن الرجل القرضاوي لاحق بالذي قتله، وإنني لاحق بكليهما، وإن الله مبتعث كلانا جميعا يسألنا: ماذا قلت وبما أفتيت ولما أفتيت؟ أعلى ذهب وكرسي، أعلى أمير كذبك وخان المرسلين. لما فعلتم هذا؟ إن أحدنا يوصد باب داره حتى لا يأكل الذئب بنيه. فلما افتتحتم علينا من جاء من المشرق والمغرب والأرض والسماء؟ لما جلبتم علينا السيف والدم؟ تركنا نبي الله أمة واحدة. قال عن أولئك الذين حملوا علينا السيف: قال: لو أدركتهم. أنا أقول للمسلمين جميعا: أتته الزانية فأشاح بوجهه، أتاه الشريب فأشاح بوجهه. قال عن هؤلاء الذين حملوا السيف على المسلمين، الذين قتلوا عليا وقتلوا من قبله عثمان، قال عنهم: كلاب النار، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بما جلبتم علينا هذا الدم؟ كيف يصلي أحدكم ثم يسلم ذات اليمين وذات الشمال، ثم يقوم فيقتل ذات اليمين وذات الشمال؟ حين دخل الذي فجر نفسه في المسجد، من خان؟ خان البوطي أم خان الرب الذي افتتح الباب وافتتح البيت له؟ من خان من هؤلاء؟ لما قتل الذين مع الرجل؟ ما ذنب أولئك؟ كيف يقتلون الرجل؟ جاء رجل لمحمد عليه الصلاة والسلام، إن كان الدكتور يذكر هذا الاسم فليقل لنا: محمد عليه الصلاة والسلام الذي نبذت كلامه وراء ظهرك. جاءه رجل من أصحابه قال له: أرأيت مشركا قاتلته فطرح يدي، قطع يدي، أدركته؟ قال: لا إله إلا الله، أقتله بعدما قالها؟ قال: لا. قال: طرح يدي؟ قال: لا. قال: طرح يدي؟ قال: إن قتلته فأنت في محله قبل أن تقتله، وهو في محلك، فأنت في محله قبل أن يقولها، وهو في محلك قبل أن تقتله، أي أنت في النار وهو في الجنة. أحاديث الفتن إن كان يذكر الدكتور التي فيها يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال علماء الملة أصحاب محمد، قالوا: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يقتل أخاه. قال عليه الصلاة والسلام: مقاتلة المسلم كفر،
من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث صحيح يعلمه الرجل قبل أن أولد وقبل أن أشيب. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. اسألوا الدكتور يوسف، محمد، سعيد والذين معه والذين قبله، وأسأل الله ألا يكون بعدهم منهم أحد. لا يقتل في الشام من هؤلاء أحد. سلوهم هؤلاء من المؤمنين، سلوهم هؤلاء من الحديث. يقوم الرجل عند العرش، يقوم الرجل عند العرش يمسك رأسه بعدما قتل، يقول للرحمن: سل هذا فيما قتلني. يقول الرب لهذا القاتل: علامة فيما؟ قال: على ملك فلان، على ملك فلان. سألوا الدكتور يعلم من الذي أمره. على ملك فلان. إن كان غيظا على الرئيس الأسد أو على الرئيس يبدو أن هناك خللا فنيا ما. التواصل مع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم ونواصل الحوار مع ضيفنا في الاستوديو، الشيخ الدكتور محمد شريف الصواف، المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد فتارو، والدكتور حسام الدين خلاصي رئيس مجلس أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية. فضيلة الشيخ الدكتور محمد شريف الصواف، ما الذي يمكن أن تعقبه على ما تفضل به الشيخ صلاح أن نمضي قدما في الحديث كما بدأنا حول السقوط القناع الأخلاقي الذي كان يتستر وراءه بعض المعارضين السوريين باغتيال البوطي؟ وانكشفت الحقائق وبدأت الأمور تظهر على وجه آخر بغياب بين الفكر واللا فكر، بين العقل واللا عقل، بين المنطق واللا منطق. طبعا سأوجز في الكلام وأسرع لأن الوقت لا شك أنه ضاق كثيرا، لكن هناك 3 نقاط يجب أن نركز عليها وأن نتنبه لها، وأرجو أن ندقق في هذه النقاط. الأمر الأول أن الشيخ صلاح الدين جزاه الله تعالى خيرا ونفع الله تعالى به وجزاه الله عن الشام وأهلها وعن المسلمين خيرا يتحدث الآن بالثوابت، يتحدث بكلام خطير جدا وفيه أحاديث وفيه آيات يوثق بها هذه الثوابت التي يجب أن ننطلق من خلالها. الأمر الأهم في هذا الكلام أن الشيخ صلاح الآن يتحدث من بيت المقدس، وهو ليس سوري، وهو يعني ليس منتفعا من الحكومة السورية ولا منتفع من أصحاب القرار في سوريا وهو خالي الغرض، وإنما يتحدث هذا الأمر شهادة لله، ويتحدث هذا الأمر نصحا للمسلمين. هناك من يريد أن يدخل الفوضى إلى المنطقة، هناك من يريد أن يجعل هذه الأمة أمة من دون ثوابت، أمة تتحدث بالحزبية، تتحدث بالمصلحة التي تطلقها القنوات الفضائية بأسلوب إعلامي خطير خبيث مدروس جدا، قد يملك بعض التزييف الإعلامي والقدرة على الدخول بدراسة ذكية إلى مكامن النفس. الإنسان لديه شعور بالظلم، لديه شعور بالقهر، لديه حاجات يومية حياتية. يأتي من يستغل هذا كله يلبسه ثوب الحزبية السياسية، والأخطر من ذلك أنه يلبسه ثوب الإسلام ليخرج الناس عن ثوابتها وليجعل الصراع بين الناس محتدم على هذا الشكل. فجزاه الله تعالى خيرا ونفع الله تعالى به. الأمر الثاني كان، ولكن لو سمحت لي، هذا لا يعني بأن العالم والفقيه المسلم السوري عندما يقدم نصحا أو إرشادا أو موعظة فيما هو حاصل يكون منتفعا. لا أنا مثال عن هؤلاء الذين هل أنت منتفع من لا لكن أنا أؤكد يعني على هناك أن جوانب الراحل الآن أنا سأتحدث عن هذا. أرجوك تفضل. الآن في تأكيد ما تقول. الآن لما يقال عن فضيلة الدكتور البوطي أنه شيخ سلطان، يعني أنا لا أفهم كيف يقال هذا الكلام. هذا الرجل عاش حياته وهو لم ينتفع شيئا من سلطان ولا من غيره. هذا الرجل عاش حياته على ما لديه من قدرة مالية بسيطة، ولم ينتفع لا بمنصب ولا بمعاش رسمي ولا بشيء من هذه الأمور. هذا الرجل كان يقول كلمة الحق أمام السلطان وأمام غير السلطان، وكان ينصح وكان يتحدث من خلال هذا التلفاز ومن خلال منبره ومن خلال درسه، يتحدث عن كل خلل وعن كل خطأ يوجد في هذه البلاد ولا يقصر أبدا بالنصح. وكان يخاطب كل الجهات، يخاطب وزارة التربية ووزارة الإعلام والتلفزيون السوري والحكام وكل الأمور والجيش، ويأمر الجيش بالخير وينهاه عن الشر ويذكره بالحق. النقطة الثالثة الأخيرة
التي أؤكد عليها ما تحدث به الأستاذ حسام الدين من اللاذقية عندما قال الآن هناك دراسات نفسية ودراسات اجتماعية تقول هذا المجتمع هذه البلاد الإسلامية لا تقاد إلا من خلال الإسلام، ولا يمكن التأثير على الناس إلا من خلال الإسلام، ولذلك اختراقها يجب أن يكون من خلال الإسلام مصنع، يجب أن يكون من خلال الإسلام يحمل الحاجة الفطرية لدى الناس بالحديث عن الدين والإسلام، ويوجه الناس من خلال هذه الحاجة الفطرية إلى الأمور الأخرى. الآن طرح سؤال هام، هذا السؤال الخطير، قال أين كان الإسلام المعتدل غائبا؟ نحن أخطأنا بحق الإسلام المعتدل. الإعلام السوري وغير الإعلام السوري أخطأ بحق الإسلام المعتدل. الإعلام أم العلماء والفقهاء ورجال الدين هم من أخطأوا؟ الفقهاء يا أخي، الفقهاء. الإعلام هو وعاء لهذا المجتمع بمستوياته وأشكاله المختلفة. لكن هذا الوعاء لم يستوعب الخطاب الإسلامي. نحن الآن في مرحلة اعتراف الخطأ. إذا نعود فاصلة لو سمحت لي. عفوا، يجب أن سمحت لي نستثمر الوقت. لم يتبقى لنا من الحجز الأقوال الصناعية. يجب أن نكملها ولو بلحظات. سأعود إليك سيدي. نعم. ولكن أعتذر بدكتور حسام لأننا سنختتم مع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم فيما تبقى من الوقت من حجز القمر الصناعي. شيخ صلاح سيدي الفاضل، كنت تتحدث عن جزئية غاية في الأهمية، أرجو أن تكمل. وقبل أن تكمل هو سؤال قد يبدو مفتاحا لأسئلة كثيرة وأنت تتدفق. لمن تقول يا أخي كن أخي ولا تكن علي؟ هل تقول إلى منابر الفتاوى التي تكفر وتحلل وتحرم، أم تقول إلى الجهاديين الذين غاب عقلهم أو غيب أم اختطفوا إلى مطارح لا تحمد عقباها؟ لمن؟ وما هي رسالتك الأخيرة التي يمكن أن نستثمرها فيما تبقى من وقت؟ تفضل سيدي. نعم، بورك فيك. رسالتي قبل أن يضيق الفضاء وينقطع الرحب بالناس، أولا رسالتي لهم إنما ربكم الله، فلا تقبلوا أمرا ولا نهيا إلا من الكتاب وإلا من هذا النبي، فالعالم الحق الذي يتلو الكتاب ويتلو النبوات، من حدث برأيه فليس بشيء. كانت الكتب الأولى تقول عن هؤلاء ما للتبن مع الحنطة، فاحفظوا هذه عن الأنبياء ولا تأخذوا إلا من قيل الله وقيل الأنبياء. هذه واحدة. وإن كان حتى لا يقال علينا أننا يعني نقول غاية ومأربة، أنصح وأقول للرئيس الأسد، أقول له يبدو أن هناك خللا ما عندما يصل إلى هذه النقطة. حسام، دكتور حسام الدين خلاصي. نعم بالتأكيد كنا نتحدث عن جزئية. نعم جزئية لها علاقة بالمستوى الفكري والأخلاقي والإسلام الوسطي الذي كان يدعو إليه علماء بلاد الشام، والراحل الكبير أحد أبرز هؤلاء العلماء من خلال مؤلفاته وكتبه ودروسه وبرامجه التلفزيونية. أنت كمواطن إنسان لك علاقة بالفكر، وهناك علاقة بين الأخلاق والفكر والدين. أين تجد هذا الموضوع؟ هل مزيد من الحوارات أم أن الموضوع وصل إلى حائط مسدود أم أننا نحن في بداية النهاية؟ أستاذ نضال، بتمنى أنه وقت البرنامج شوي يطول، وأنا بعرف أنه في مواعيد للنشرات، لكن حقيقة في بعض النقاط المهمة بدأ ضيفك الكريم وهي شأن وطني مهم. أنا رح أقول التالي: اغتيال العلامة البوطي في مسجد الإيمان، أنا أعتقد أنه الكرت الأخير الذي تقدمه الآن أدوات هذا المخطط. أريد أن أفكك هذا الموضوع. العلامة البوطي اغتيل في عيد النوروز وسلط الضوء على أنه من أصول كردية. أضف إلى ذلك تعيين هيتو الذي هو أيضا كردي. أضف إلى ذلك الاتفاق الذي وقع بين أردوغان وبين أوجولان. إذا ربطت هذه الأمور كلها تجد أنهم يحاولون أن يستميلوا المكون الوطني الكردي الشريف الذي وقف ويقف دائما وأبدا مع وطنه سوريا. هذا كرت خاسر. هم أرادوا أن يشيروا إلى أن الدولة السورية هي من اغتالت العلامة البوطي. أنا أقول لكل من يسمعني الآن: ابحث عن المستفيد. كان العلامة البوطي نقطة وضاءة كما هم يتهموه، لكن إذا وضعت هذه النقاط الثلاثة مع بعضها البعض مع زيارة أوباما
هذا الوافد الآن إلى المنطقة، أمريكا استرجع تاريخها، كلما تضايقت تلجأ إلى الكيان الصهيوني. أمريكا أتت إلى الكيان الصهيوني لتسأله إلى متى؟ لقد انكشفت اللعبة. دكتور حسام، أنا أعتذر منك، لنستثمر دقيقتين فقط لنختتم مع الشيخ بن إبراهيم. تفضل سيدي قبل أن يقطعنا القمر الصناعي أو من. تفضل سيدي الفاضل. آخر كلمات للدكتور ولمن كان يسمعه ويؤمن به من الناس. أقول له: هذا الذي أحللته في الشام من الدم حلال في البلد التي أنت فيها أم حرام؟ دعوه ليجيبكم. ثم أنا سمعت أن بريطانيا وفرنسا تعد للشام كيدا ووعيدا، فأقول لكل أهلي وإخوتي ولجيش الشام ولجند الشام، أقول: إن جاءوكم بها من وراء البحار فعضوا على بلادكم بالنواجذ وقاتلوهم بالحديد والنار، لا تسلموا بلادنا لأحد من أولئك الذين يأتون من وراء البحار، لا تسلموا أرضنا وعرضنا لأحد جاءنا من وراء البحار. إن أرادوا خيرا فلينفقوه في بلادهم، قاتلوا دون الشام. إذا جاء البريطان والفرنسيون ومن معهم فقاتلوا بما استطعتم من دم وحديد وإسلام وإيمان. ثم أختم بهذه الأخيرة لفضاء الشام أن يسمعني نصيحة. أقول: إن الدين ما قد سمعتم من النبوة والكتاب. أنا عن نفسي إبراهيمي الملة، محمدي الدم والولاء، شامي التراب، فاكتبوني في الشاميين بعدما قتل الشهداء وقتل أولئك النفر المبارك الطاهر. اكتبوني في الشاميين وأتموا بي وبأولادي ما نقص من عددكم، أتموا بنا ما نقص من عدد الشام، أتموا بنا من كذب من الشام، أتموا بنا من كذب المرسلين. إذا قام لكم أحد المشايخ وأحد العلماء يحدث بغير هذا الكتاب، أنا حجيجه دونكم. فمن كان معه نبوة ومن كان معه كتاب فما زالت الأرض الأرض وما زال السماء السماء وما زالت الآذان الآذان. فمن كانت معه حجة كما قال الله: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أقول لهم: هلموا شهداءكم الذين يشهدون أن الله أحل هذا الدم الذي أبحتموه في البلاد. شكرا.